السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المتابعين. حبيبي الغالي عماد المصري. نحن الآن في شر البقاع على وجه الإطلاق، أشر البقاع في الأرض وأشر وأسوأ بئر ما أدري أنا. ما تشوف شيء عمق أنت؟ في حصان مرميها، أعطينا حصاه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. والله الوضع مخيف. بسم الله بسم الله بسم الله. أطيح فوق واحد من يا جماعة مكتوب خطر ممنوع الرمي بالرصاص. خطر، هذا شوفوا مكتوب هنا خطر 70 فوت فوت قدم. ممنوع رمي النفايات. وانا رميت حصى الله يستر. وشوي يسحب الحبل، طلعوني وطلعوه، ولما تفاجئوا الكاميرات لقوها سواد في سواد. نحن الآن بنصور وبنشوف ايش اللي بيطلع لنا وبنوريكم اياه. الآن الدرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المتابعين. حبيبي الغالي عماد المصري. اليوم حلقتنا فيها رعب، تتابعون معاي في قناة حبيبنا عماد المصري حلقة عن بير برهوت المرعبة. طبعا إن شاء الله بيجي اليوم اللي أزور فيه بير برهوت مع حبيبنا عماد. تابعوا هذه الحلقة وتابعوني، ولا تنسون تتابعوني في قناتي قناة حضرموت الخير على اليوتيوب. شرف كبير إني أطلع اليوم في قناة حبيبي عماد المصري. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله، أنا وبرفقتي الأستاذ عماد، سواء كان في مصر أو اليمن. خلوكم مع الحلقة ولا تروحون بعيد. ورحمة الله وبركاته. بشكر صديقي وحبيبي اليوتيوبر الشهير عبد الله بن دمنان. الراجل ده عمل حاجة غريبة جدا. الراجل ده راح مكان عند ربنا أبغض بقاع الأرض. الراجل ده راح مكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه إن المية بتاعته أشر ماء. تخيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر برهوت أن فيه أرواح الكفار والمنافقين. تخيل البير اللي راحه صديقنا الزميل اليوتيوبر الشهير عبد الله بن دمنان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. تخيل المقارنة. وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي في بئر حضرموت يقال عنه برهوت ماءه أسود منتن. تخيل البير ده المية بتاعته أشر ماء على وجه الأرض. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبغض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت بحضرموت فيه بئر ماءه أسود منتن يأوي إليه أرواح الكفار. يعني البير ده فيه أرواح الكفار والشياطين. تخيل. وذكر الأصمعي عن رجل حضرمي أنه قال أننا نجد من ناحية برهوت رائحة منتنة، يعني هم ماشيين من ناحية البير بيشموا ريحة نتنة، يأتينا خبر أن عظيم من عظماء الكفار قد مات. يعني بعد شوية يبقوا ماشيين يشموا ريحة صعبة جدا، بعد شوية يعرفوا أن فلان من عظماء الكفار مات. بتروح في المكان ده بيعرفوا من الريحة. تخيل المكان ده يقال أن في حد حاول ينزله قبل كده فربطوه بحبل فما خرجوش منه إلا النص اللي كان مربوط بس، والباقي شكرا. المكان ده حصلت حاجة غريبة جدا جدا في الفيديو اللي هتصور دلوقتي. الطيارة اللي نزلت تصور المكان ده ما اشتغلتش مرة تانية وما قدروش يتحكموا فيها، ده غير الأصوات اللي هنسمعها ونشوفها في الفيديو. قناة صديقي وحبيبي عبد الله هتلاقوا الرابط بتاعها في الوصف، ما تنسوش تشتركوا عنده. وكمان الفيديو ده يستاهل منك انك تتابع وتجمد قلبك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واللايك بتاعك بيفرق كتير جدا. تعالوا نشوف فيديو من أقوى وأغرب الفيديوهات اللي ممكن تشوفها. يلا بينا. هنا بدأت الرحلة الغريبة، وهنا إلى بئر برهوت. تابع معايا وجمد قلبك، وما تنساش تشترك وتروح تشترك كمان في قناة حبيبي وصديقي عبد الله. تعالوا نشوف أغرب وأقوى فيديو. أنا أحس برعب. هو حاسس برعب، امال احنا نعمل ايه يعني؟ مخيف. في قصص مخيف. والشباب برضه ما ادري عاد خايفين ولا لا. كيف الوضع يا شباب؟ والله خلاص بس بنكون من الطريق. ها؟ بس يعني خلك في الصورة يعني أنا قلت أذكار والشباب قالوا أذكارهم، بس إذا نطلع شيء أبو أسامة شوف من الحين والله جاي ضيف. الراجل جاي ضيف، بيقول له ماليش دعوه لو حصلت حاجه، انا جاي ضيف ماليش علاقه، انا جاي ضيف. تخيلوا اذا كانت الناس نفسها اللي رايحه معاه بتقول مالناش دعوه. بجد شابوه عبد الله، بجد انت عملت حاجه غريبه، يعني انت عملت حاجه ما فيش بعد كده مره ثانيه يعني. وصلنا الآن بئر برهوت. هذا البئر على بعد أمتار من عندي. أنا أحس بخوف ورعب، ولكن الحمد لله قلنا أذكار إن شاء الله
هو بيحس نروح بخوف نشوف ورعب الشباب وين يعني، وصلوا. تخيلوا. وده من حقك يا عبد الله، علشان المكان ده اللي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشر ماء وفيه أرواح الكفار تقع بئر برهوت العجيبة والغريبة أو بئر جهنم أو البئر السوداء في محافظة المهرة باليمن، ويصل عمقها لأكثر من 375 قدم، وتسكنها الطيور الغريبة المتنوعة والحيات والأفاعي الكبيرة النادرة. نحن الآن في شر البقاع على وجه الإطلاق، أشر البقاع في الأرض وأشر وأسوأ بئر برهوت. نبي ننزل الآن بالكاميرا ونشوف تحت. خلينا ننزل ونوريكم. ربنا يعوض عليك في الكاميرا، لان الكاميرا بعد الحلقه دي باظت، فربنا يعوض عليك يا عبد الله ويعوضك خير ان شاء الله، لان الكاميرا لحد النهارده الكاميرا ما اشتغلتش بسبب الأساطير التي تحوم حاولت حوله، تنزل. وبالبحث عن أساس لكل ما قرأناه عن البئر الغريب لم نجد مصدرا علميا موثوق، غير أننا وجدنا بعض الأحاديث النبوية التي وردت فيه، ولذلك أردنا أن نكشف الأمر بأنفسنا ونغامر من أجل أن نكشف لكم أسرار هذا البئر. تخيل البير اللي ميته أشر مية على وجه الأرض. هتشوف دلوقتي وتنزل عن ابن الكاميرا عباس وتحاول رضي تصور. الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء برهوت، بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام، يصبح يتدفق ويمسي لا بلال به. وهذا في الحقيقة اللي شفناه بأنفسنا، كان فجأة تسمع صوت الموية وفجأة يختفي، فجأة تشوف موية من جدران البير وفجأة تتوقف. طبعا الآن فيه نسمع أصوات موية، أصوات جريان ماء، والبئر شكله واضح أنه عميق. بسم الله، خلني أنا بنزل أشوف كيف. بسم الله، لا إله إلا الله. يا عبد الله انت رايح فين؟ عبد الله حاليا بينه وبين الحفرة اللي انتوا شايفينها دي مفيش. طبعا حتى زمايله بيقولوا له ما تقربش. طيور زي ما انتم شايفين، طيور، صوت موية قوي. لا إله إلا الله. بس أعوذ بالله. واضح ان الوضع مخيف. العمق ما ادري احنا انا خايفين يا عبد الله. تشوف شيء عمق انت في حصان نرميها. هنا المشكلة ان عبد الله هيرمي طوبة وبعد شوية هيلاقي يافطة مكتوب عليها او لوحة مكتوب عليها ممنوع رمي القمامة او الحصى او ضرب النار او اي شيء خطر جدا. تعالوا نكمل. هنا عبد الله غلط شوية، يعني ممنوع انك ترمي حاجة وهنشوف الكلام بسم الله. ده. بسم الله. والله الوضع مخيف. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اطيح فوق واحد من لا تنزل فوق دماغ عفريت يعني. نروح من الجهة الثانية ونشوف. أعوذ بالله من الشيطان. الناس عملت أذكار لا إله إلا الله. ده لا إله إلا الله تكلم عنه رسول الله. تخيل الشباب يقولون في طيور غريبة نسور. أنا شفت حمام، لكن بنشوف من الجهة هذيك يمكن يكون أوضح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. شوفوا هنا يا جماعة مكتوب خطر ممنوع الرمي بالرصاص. خطر، هذه شوفوا مكتوب هنا خطر. وفي لوحة ثانية هنا بنشوفها الآن برضه، هنا كاتبين خطر عمق برهوت 375 فوت قدم. ممنوع رمي النفايات. وانا رميت حصى الله يستر. هو رمى طوبة وربنا يستر يا عبد الله. في الحقيقة انه شيء مخيف. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: أبغض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت بحضرموت. قال الزمخشري: برهوت بئر بحضرموت يقال أن بها أرواح الكفار. وعن الأصمعي عن رجل من أهل برهوت أنهم يجدون الريح المنتن الفظيع منها. وهناك مقولات متأكد أن أحد ملوك الدولة الحميرية القديمة
استعان بالجن في حفر هذا البئر من أجل إخفاء كنوزه، وعندما مات الملك استوطن أتباعه من الجن البئر، ولهذا السبب أطلق عليه برهوت، حيث أن اسم برهوت في اللغة الحميرية القديمة معناه أرض الجن أو مدينة الجن. قطر حسب ما قرينا، نحن ما قسنا طبعا، نحن قرينا من قطرها من 25 إلى 30 متر، 25 إلى 30 متر. 30 متر اللي انتم شايفينها الحفرة الصغيرة دي 30 متر العرض، لكن الله أعلم نحن تحت 375. الله أعلم، يكون كل ما نزلت في أماكن تحت جهات ثانية تنزل، الله أعلم. طبعا يقال أن في أشخاص جابوا شخص ودخل داخل بكاميرات وشوي يسحب الحبل، طلعوني وطلعوه، ولما تفاجئوا الكاميرات لقوها سواد في سواد. نحن الآن بنصور وبنشوف إيش اللي بيطلع لنا وبنوريكم إياه. الآن الدرون تصور بنحاول ندخلها أكبر قدر ممكن. طبعا الأخ حسين خايف أن ندخلها، لكن قلنا له إن شاء الله الأمور طيبة عشان نلتقط صور من تحت. الآن الدرون زي ما أنتم شايفين نحاول ننزلها قدر ما نستطيع. هنا اللحظة اللي هيفقد فيها التحكم في الطيارة، وهتسمع فيها أصوات تحذيرات غريبة من التحكم، بتقول له خلاص مفيش تحكم في الطيارة وربنا يعوض عليك، لأن لحد النهاردة الطيارة ما اشتغلتش واتعطلت تماما. تعالوا نكمل. الله يحفظها، استودعه الله الذي لا تضيع ودائعه. هنا شكرا، هنا التحكم اختفى وهتسمعوا. نحن نحاول ننزلها قدر ما نستطيع. هنا مفيش تحكم، خلاص التحكم بالطيارة أول ما هتنزل راحت، بيقول له راحت. أول ما هتنزل مكان معين من البير خلاص مفيش تحكم. اطلع فوق، اطلع بيها فوق، لأن خلاص الطيارة خلاص مفيش تحكم. اطلع بيها فوق. حتى الصوت بتاع الميكروفونات عمال يقطع في ودنا. الكاميرا الدرون أول ما نزلت تحت بدأ يفقد السيطرة عليها، يعني بالعافية قدرنا نطلعها لكم. طبعا الدرون الآن زي ما أنتم شايفين حاولنا ننزلها، كل ما نزلها بدأ يفقد السيطرة عليها، يعني بدأت تروح يمين يسار، على طول نبدأ نرفعها فوق. عادك نزلها يا حسين شوي. ها؟ خلاص بالله الأخ حسين يحاول يصور بالدرون. سامعين في صوت انذار. الكنترول ما عاد يتحكم فعليا، يعني تروح يمين ويسار بدون ما نحن شفناها اول ما بدأت تحذف يمين يسار، يعني تنزل عمودي فجأة تروح على قدر الجدار، يلا انك يعني لا اله الا الله. مفيش يعني توصل مرحلة معينة. دخلنا طيار الدرون أو الكاميرا الدرون إلى نصف البئر تقريبا، لكن فقدنا التحكم والسيطرة عليها. وبعد تصويرنا لهذه الحلقة تعطلت الكاميرا الدرون مع الأسف الشديد دون أدنى أي حادث لها، وإلى حين بث هذه الحلقة ما زالت الكاميرا مع الأسف عطلانة حتى الآن. طبعا نحن الآن قاعدين نسمع أصوات مخيفة، أصوات هواء، أصوات شيء غريب صراحة. نحن الآن ركبنا هذا المايك عشان يلقط الأصوات قدر ما نستطيع. لو أنت حابب تسمع كويس جدا هتسمعها دلوقتي، وقف الفيديو وهتسمعها دلوقتي وحط سماعات في ودانك وهتسمع أصوات غريبة جدا. الحقيقة الواحد يحس بخوف وشعور، ولا كنا نبغى نجي إلا عشان بس ننقل لكم. كده للأسف الفيديو خلص. شكرا صديقي وحبيبي اليوتيوبر الشهير عبد الله، أنا بشكرك من كل قلبي على الفيديو ده. وقريبا إن شاء الله لو أنتوا حابين نروح نصور البير بنفسنا هنروح اليمن إن شاء الله ونصور البير. بس ما تنساش لو أنت لسه ما اشتركتش اشترك وتفعل زر الجرس، واللايك بتاعك بيفرق كتير جدا. وقناة صديقي وحبيبي عبد الله هتلاقوا الرابط بتاعها في الوصف، روح على قناته وهتشوفوا أغرب وأقوى الفيديوهات. لو أنت حابب نروح نصور البير ده بنفسنا إن شاء الله سيب تعليق وما تنساش الشارك واللايك بتاعك بيفرق كتير. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.